متعمر السلام عليكم. كلشي مليح فاميليا ونيتا بيبا. ما تنساش بيبا جيم جادور بارطاج. هيا بنا غادي نتكلموا على الفرق بين موقفي دولتين، وحده مملكه مغربيه شريفه، مملكه مغربيه عندها اصول، عندها قواعد وعندها ثوابت، ودوله جاره اسمها الجزائر متذبذبه متنكره لمواقفها السابقه، متلونه، جبانه وما الى ذلك من اوصاف سميها كما تشاء. غندير واحد المقارنه بسيطه قبل ما نمشيو للموقف او المواقف المعبر عنها غير سيمانه والمتغيره نهار بنهار عند الجيران. دعونا نسمع الموقف نتاع الدوله المغربيه على لسان ناصر بوريطه وزير الخارجيه المغربي. تفضل السي ناصر. المملكة المغربية تعليمات من جلالة الملك محمد السادس كان موقفها واضح دائما في الحفاظ على الوحدة الترابية، على السيادة الوطنية وعلى وحدة الشعب السوري. كان هذا موقف ثابت وكيبقى موقف ثابت. اسمح لي قطعت كلامك بالسمن والعسل. إذا هنا جوج نتاع لي موكلي. واحد لو مو هو الموقف الثابت، هذا كان موقفا ثابتا ولا يزال كذلك. يعني ما كاينش تغير، ما كاينش تبدل في المواقف نتاع الدولة المغربية مما صار ويصير في سوريا منذ 2012. لأن السي ناصر بوريطة غادي يقولها في هذا التصريح هذا، وغيتكلم على أن بخصوص الإغلاق نتاع السفارة المغربية في سوريا وطلب إغلاقها هنا في المغرب كان في 2012. الموكل الثاني هو دوك ثلاثة نتاع الثوابت: الوحدة الترابية، السيادة الوطنية، والاستقرار نتاع الشعب السوري. الأمور واضحة جدا، ما فيهاش تغيير، ما فيهاش تبدل. الناس اللي عارفة كي كتخدم ثقة في راسها، عندها مواقف ثابتة ماشي غير تجاه سوريا، تجاه أي دولة في العالم، أي دولة كما كانت. وقتاش ما وقعت شي قلاقل شي حاجة ما هياش في شي دولة، دائما الدولة المغربية عودتنا أن المواقف ديالها كتكون وفق هذه المبادئ هذه. مزيان؟ مزيان. دابا نمشيو إلى الجيران. دعني أقول لكم بعدا أولا أن الجيران مخلوعين. الجيران القفقافة شدهم، وأنا متتبع بحكم أني كننتج المادة الطانزة والساخرة تقريبا يوميا في مواقع التواصل الاجتماعي، فالأكيد أني خصني نتبع. فالتتبع نتاعي منذ الأمس إلى اليوم على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي كلها لايفات هنا وهناك، خايفين أن التأثير ديال السقوط ديال النظام السوري يكون صعيب على النظام الجزائري، خايفين أن تنوض الروينة في الجزائر. لذلك يسوقون يعني حسب توجيهات نتاع المفكر العظيم واحد العدد نتاع لي بيست اللي راهم يضربوا ويخطاو فيها. ما علينا، ما غنتكلموش على هادوك، يمكن حتى الغدا نقدر نعطيكم بعض النماذج ديال اللايفات ولا المؤثرين اللي كيخرجوا تما واللي كيحاولوا يسوقوا بطريقة أو بأخرى خطابات مغايرة لداك الشيء اللي حنا متبعينه وبالدلائل. وشنو عندنا عليهم بالدلائل؟ عندنا أولا المكالمة الهاتفية اللي دارها عطاف مع داك الوزير السوري، مش وزير الخارجية ولا ما عرفت شكون، ياك؟ أكد فيها الدعم ديال الجزائر. غير هذه 4 أيام، غير هذه 4 أيام الدعم نتاع الجزائر والدولة الجزائرية والنظام الجزائري اللي بشار كذا كذا كذا. وسمى هذوك الآخرين بالإر والمنظمات الإر والحركات الإر بيا. إذن الأمور واضحة. ملي فرتح وسرتح بشار إلى روسيا، عاد فاق النظام الجزائري، عاد قال أي يوم أنايا، عاد خرج بلاغ آخر
ولا كيتكلم على الأطراف، ولا كيتكلم على الشعب السوري الشقيق، ولا كيتكلم على الأواصر ديال التآزر والتضامن بين الشعبين الجزائري والسوري، ولا كيتكلم على أنه كيطلب من الشعب السوري يحافظ على المقدرات نتاع البلاد. تخيلوا معايا دابا السوريين غيعطيهم تبون الدرس من الأوامر من الجزائر باش ما يخربوش بلادهم. هما ما غيخافوش على بلادهم قد ما خايف تبون على المقدرات نتاع سوريا. تخيلوا معايا الآن عطاف وتبون خايفين على المقدرات نتاع الشعب السوري، على الممتلكات نتاع الشعب السوري، على المؤسسات العمومية السورية، على الأموال نتاع الأبناق تما في سوريا. ما خايفينش عليها السوارة، لا، تبون هو اللي خايف عليهم. تقول لهم لا وها العار ما تسرقوش، ما تخربوش، ما تهرسوش. شوف لي العبط، شوف لي التطاول والوقاحة. فعلا الأمر يعني يدعو إلى أننا نقول بأن النظام الجزائري أولا لغبائه، ثانيا لحقارته، أثبت فعلا أنه حقير، أنه نظام حقير. وثمة فيديوهات الآن ديال النداء أو نداءات إلى إلى الجزائر باش يفرجوا على 500 معتقل، 500 لاجئ ولاجئة ومنهم أطفال معتقلين في سجون الجزائر. النظام الجزائري كان يعتقل اللاجئين السوريين. كاين 500 وباللوائح وبالأسماء. والفيديوهات ديال النداءات الآن إلى الجزائر باش يتم الإفراج عنهم هكا. كي غدير تفكها دابا عطيطيف؟ كي غدير تفكها دابا أتبون؟ وأنت الذي الآن تقف قف، لأن ثمة تصريحات لمسؤولين جزائريين يقولون بأن السقوط نتاع النظام السوري يعني السقوط نتاع النظام الجزائري. وداك الشيء علاش كنتو شادين إلى آخر رمق في بشار، لأنكم تعرفون جيدا أن بشار نهار غادي يطيح الدور عليكم. وهذا ما قاله عبد المجيد تبون. عبد المجيد تبون في تصريح سابق له قالها بالحرف، قال بأن ثمة شي واحد قالها له من وراء البحار، قال له استناو نساليو مع سوريا وغادي نتلاهاو معكم. والفيديو كاين، أنا غنحطو لكم في التعليقات باش ما تقولوش زعما راه كان التعليقات ديال الفيسبوك. الاخرين راه ما عنديش كي ندير نحط التعليق بالفيديو. اذا حيص بيص، غباء، عبط، حقاره، جبن وخوف والرجفه عند النظام الجزائري. في المقابل الدوله المغربيه الشريفه، الدوله اللي دوله عندها مؤسسات وعندها مبادئ وعندها ثوابت، نفس المواقف باقيه هي رصينه ثقيله وثابته. وقد استحضرت ثلاثة المبادئ: الوحدة الترابية، السيادة الوطنية، والوحدة نتاع الشعب، توحد نتاع الشعب السوري. وماشي كي قلت لكم غير سوريا، جميع الدول عبر العالم، جميع الدول اللي عندها شي مشاكل، شي روينه نايضه فيها. تحياتي لكم والى اللقاء. باي باي.